اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بيوز أزوزة اند الدرغامي. النهارده طبعا عشان أنا خبرة كبيرة في الامارات، قعدت حوالي 6 شهور بحالهم فعارف المطاعم يعني الكويسة وكده. وفي أكلة مشهورة جدا اسمها البرياني، فصممت ان انا اعزم صديقي اول ما جه الامارات ورحبت فيه بيه طبعا ان انا اعزمه في المطعم. لازم. وادينا رايحين دلوقتي، وقيموا لي الحلقة دي من 10 بعد اذنكم. قلت له قبل ما تعزمني احجز في المستشفى سرير عشان لو حصل حاجه. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يعني الراجل يكون لسه بيعمل الاكل حلو عشان ما يبقاش شكلي وحش. المره بقى احكي لكم على البلوه اللي حصلت لي قبل كده هنا. والله نفس المكان ده، احنا هنا في منطقه اسمها الاتحاد، في شارع ورا كده اسمه الرقه، ده معروف ان هو شارع قله الادب. المهم في نفس المكان ده يعني في استنى كده، مطرح الراجل الاسود اللي لابس اسود واقف، مش ده اللي لابس اسود واقف جنب الشجره ده، مطرحه على طول. المهم انا كنت بعدي من هنا دايما، فالمهم لقيت واحد هندي بيقول لي do you want سيكو سيكو؟ قلت له انت اصل في هنود مسلمين، قلت له انت مسلم؟ قال لي اه. راح قال لي قلت له طب مش انت عارف ان ده حرام وكده؟ راح قال لي اه تصدق وما اعرفش ايه، واتاثر قوي قوي قوي، وحتى يومها مشى. ورغم اللي هو كان قبليها بيقول لي ده بارخص الاسعار وجميع الجنسيات واختار واتمنى وما اعرفش ايه وهتعيش في الجنه وحاجه. المهم انا قلت خلاص انا قصرت فيه ووصلت رسالتي ومروح فرحان. المهم تاني يوم معدي من نفس المكان بس بطقم مختلف، فسبحان الله نفس الجمله do you want سيكو سيكو؟ تخرب بيت امك. بس يا جماعه، فكان نفسي اشوفه النهارده ما لقيناهوش واقف. الولد زمانه بقى خلاص بقى الدوق يترقى بقى. يا جماعه واحنا في طريقنا للمطعم ده، اول جامع اللي ورايا ده ورا ده اول جامع صليت فيه في الامارات، لان انا كنت ساكن هنا في الاتحاد. اول ما نزلت هنا في الاتحاد، فاحنا هنروح نصلي الاول العشاء يعني بارك الله فيه. انا كنت ناوي اكسل واصلي في البيت، بس الراجل ده ربنا يبارك فيه ويحفظه من العين ومن البنات اللي بتعاكسوا هنا في الامارات. ورايحين نصلي وبعدين هنروح نكمل تجربة البرياني ويقول لنا رأيه، بما انه هو شيف قد الدنيا فهو مش هيكذب خالص. انا مش بستصعبكم، بس المطعم طلع يعني قافل تقريبا خلاص، قفلوه. انا المواقف دي بتحصل كتير في حياتي، فحد يفهمني ايه اللي بيحصل بجد. مش بستصعبكم ولا حاجة، بس في حاجة غريبة والله يعني مش عارف حد او هو ده شاهد والله يا جماعه اللي بيحصل مع الراجل ده يعني ما بيحصلش مع حد تاني خالص خالص. ما احنا في شارع الرقه، والناس اللي في دبي عارفه شارعها كويس جدا جدا جدا. فيعني بس هو محترم النهارده. المهم ما لقيناش مطاعم بتبيع برياني زي المطعم اللي انا كنت بحبه، فاحنا كده هنضطر نروح بقى ناكله شاورما من المطعم اللي انا بحبه. ربنا يستر ما يكونش قافل برضه. ان شاء الله يبقى فاتح، ولو مش فاتح اعمل اشتراك يفتح على طول وفعل زي الجرس.